تدري ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله وما صلتها بالتوكل أيضا؟ معناها أنك تقول يا رب لا تحول لي من حال إلى حال، من حال الضلال إلى الهدى، ومن حال الضعف إلى القوة، ومن حال التشتت إلى اجتماع القلب، إلا بقوة منك يا ربي. ولهذا كثير من الصالحين يجعل له وردا من هذا الذكر في الصباح والمساء فيكرره ما شاء الله أن يكرره. وأعرف أحد شيوخي رأيت في وقته بركة، فسألت ابنه عن سر هذه البركة فقال لي إنه يفتتح يومه بمئات المرات من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله. وما أحوجنا إليها، خصوصا من يغدو مع بكور الطير إلى عمله، إلى مهنته، إلى حرفته. ما أحوجنا أيها الإخوة إلى هذه الكلمة. المعلم يحتاج إلى حول الله وقوته، المزارع، الفلاح، الحداد، النجار، كل واحد منا يحتاج منها. أنا وأنت لماذا يشرع لنا حينما نسمع المؤذن يقول حي على الصلاة حي الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله؟ لأنه يناديك هلم إلى بيت الله. ووالله لولا إعانة الله لك ما استطعت أن تأتي إلى بيت من بيوته، ووالله لولا حوله وقوته ما استطعت أن تتحرك شفتاك بذكر الله عز وجل.